مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم وحلقه جديده من اصداء الملاعب. ان شاء الله النهارده هيكون لينا لقاء مع النقد الرياضي، هيكون في فقرتنا الثانيه مع النقد الرياضي استاذ نصر محروس. هنتكلم في كل المواضيع اللي موجوده على الساحه، يعني ويمكن ابرزهم طبعا مؤخرا خلاص المباراه يوم الجمعه السوبر ما بين الاهلي وبيراميدز، واكيد في كواليس اخرى عند استاذ نصر محروس هيتكلم عنها في فقرتنا الثانيه. في فقرتنا الاولى معانا واحد من اللاعبين الحقيقه اللي انتقل من نادي شعبي لكن صغير لنادي كبير، كان في الترسانه، انتقل بعدها للاهلي، راح الكويت، راح لبنان، راح فرنسا، الحقيقه لفه بشكل كبير جدا، سواء من ناحيه الاحتراف الخارجي او من ناحيه انه موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي شارك فيه الحقيقه، ولعب مع مدير فني كبير زي جوزيه. كابتن عمرو سماكه معانا النهارده في الحلقه، والحقيقه بنشكره على تلبيه الدعوه الحقيقه من رئيس تحرير الحلقه النهارده ان هو يكون موجود معانا. كابتن عمرو اهلا بيك. اهلا بيكي، طبعا مبسوط ان انا معاكي النهارده، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه يعني. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انت طيب. انت من وقت ما انت كنت بتلعب بنفس الرفعه انت ما تخنتش خالص. لا، من حبه كده وحبه كده يعني، على حسب الصيف والشتاء يعني، بس معظم الوقت انا يعني الحمد لله جسمي ثابت، من النوعيات انا اللي ما بتخنش بسرعه يعني. كان على طول حتى انا ووائل جمعه على طول خناق، شوفني باكل اي حاجه في اي وقت وقال لي ازاي انت ما انا بتخن من الميه. ايوه بالظبط، اصل هو يعني كل اللعيبه دايما لما بتيجي تبطل كوره لازم. لا، في نوعيات يعني بتحاول يعني، في كابتن عبد الستار صبري لسه برضه رشيق نفس نوعيه يعني نوعيه جسمي، فيعني هي انواع. في ناس بتتخن من اي حاجه، لو شربت ميه بتتخن فعلا. صحيح، في انواع كده زي يعني كابتن احمد رضوان كده، كابتن ياسر ريان كده، كابتن وائل الاباني كان كده، كابتن وائل جمعه كان كده برضه. وائل جمعه كان يعني ممكن بجد لو كل رز بالليل يفرقوا في المعزن الصبح. ففي ناس كده، اعرف ناس. كان في كمان كمال علي، كان صاحبي جدا، كان من الناس برضه اللي باكله بجد بالميه ممكن يتخن. لكن انت ما بتحاولش ان انت مثلا تمارس رياضه او تلعب كوره طول الوقت؟ على طول بلعب على طول يعني، الحمد لله بمارس رياضه على طول خماسيات بقى وبادل وحاجات كده يعني. عشان كده برضه محافظ على عودك. لا بقى على طول لازم اسبوعيا لازم نلعب حاجات. صحيح. كابتن عمرو، عايز ارجع بيك بالذكريات كده لفتره الترسانه، والفتره اللي كنت موجود فيها في الترسانه ما كانتش قليله الترسانه، وكان فيها نجوم موجودين، اسماء كبيره. طبعا انا الفتره دي يعني انا طلعت، كنت طالع مع الكابتن انور سلامه، صعدني كنت حوالي 18 سنه. كان طبعا الفرقه فيها ابو تريكه، مؤمن غفار، ايمن خليل، اسماء كبيره، حسين شكري، علاء نوح، اللعيبه كلها لعيبه مميزه في الدوري الممتاز نفسه، واللعيبه لها اسم كبير في الدوري. فطبعا انت تطلع لعيب صغير مع الناس زي نجوم ولاعيبه كبيره في الدوري، ففي طبعا بتبقى في رهبه في الاول، بس هي معاملتك مع الناس او اللعيبه نفسها والمدير الفني، فدي اللي بتفرق. اللحظات الاولى، التاتش الاولاني ده بيبقى مهم جدا. فالحمد لله انا كان في قبول بيني وبين اللعيبه نفسها الكبيره والمدير الفني، فده ساعدني شويه ان انا اتاقلم بسرعه واخش في الفريق الاول. يعني كنت عندي 19 سنه، فالحمد لله ده من يعني علاقتي كانت كويسه بالمدير الفني وزمايلي، وطبعا ساعدوني. كان في لعيبه كبيره يعني بتبدا يعني شايفه ولد صغير شايفينه مشروع لعيب كويس، فبيحاولوا سبورت ليه في حاجات هو ممكن ما ياخدش باله منها، حاجات صغيره، فالحاجات دي فرقت معايا جدا يعني. انت كان عندك ميزه ان انت كنت صغير وطالع كل اللي يشوفك بينبهر بلعبك يعني. الحمد لله من وانا في ناشئين، من وانا انا كنت ناشئين النادي الاهلي اصلا. انا رحت النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه. كان عندنا مستر كروفر يعني، كان مستر كروفر كنا قعدت معاه حوالي سنه. بعد السنه الاولى كان جايب لي اياكس، كنت انا وكان معانا واحد اسمه عادل امام وواحد اسمه احمد حسن، كنا مرشحنا الاياكس يعني، كنا رايحين خلاص يعني. وكلموا والدي بره، وكان والدي عايش بره يعني، فكلموه، كنت يعني بنسبه 90% رايح، بس اتوقفت يعني. كان عندي ساعتها 13 سنه حاجه كده، وقفت. وبعد كده خرجت من ناشئين الاهلي على قعدت سنتين بقى. وكنت انا يعني برضه ما كنت صغير، كنت بسافر وبرجع، كان والدي عايش بره مصر وكنا عايشين، فكنت بتنقل كتير، فكنتش ملتزم قوي في يعني. مره من المرات سافرت، قلت لهم، كان كابتن محمد رمضان طبعا، كان علاقتي بيه قويه جدا، ومن الناس اللي يعني ناس محترمه جدا في التعامل. فوالدي استاذنوا ان انا اروح اقعد معاه اسبوعين 3 يعني، كان في نهايه السيزون.
فروحت طبعا عجبني الجو بقى وبخرج وباجي وبنام براحتي وبصحى براحتي، مفيش مدرسه مفيش حاجه. فبدل ما قعدت اسبوعين قعدت مثلا 3 شهور 4 شهور. فرجعت النادي الاهلي طبعا كابتن محمد رمضان قال لي فينك انت يعني فين؟ انا بقالي شهرين بندور عليك. فبس مره في مره بعد كده يعني رحت مسافر بقى، قعدت حوالي سنه في الكويت ما رجعتش. بعد كده رجعت ما كانش في دماغي الكوره قوي ان انا هرجع العب كوره تاني يعني، ما اعرفش ليه. يعني بس انت كل الموهبه دي كلها وما كانش في دماغك الكوره؟ بجد ما كانش في دماغي خالص الكوره ان انا العب كوره لحد مثلا 17 سنه. انا كنت عادي جدا الموضوع بالنسبه لي ان انا حاجه بحبها وبعرف اعملها. بس مش في دماغك بس مش في دماغي ان هي تبقى الكارير بتاعي وتبقى لا خالص. فبعد كده جت واحد صاحبي قال لي انا رايح الترسانه مش عارف ايه كده، تيجي معايا الصبح. انا كنت اصلا مسافر الاسبوع اللي بعديه، مسافر اصلا يعني راجع تاني مسافر مش قاعد في مصر، رايح لوالدك تاني كويس. فقال لي، قلت له تعالى، هو يعني عايزني اروح معاه اشجعه يعني. فقلت له تعالى هروح معاك. ففعلا عدى عليا الصبح ورحنا. رحت الاختبارات الحمد لله يعني ربع ساعه بالظبط وكنت مضيت. كان مين اللي شافك في الاختبارات؟ كان الاختبارات كان الكابتن تونسي وكابتن عباس فخري. وكان في كابتن محمود عبد الحميد، كان الناس دي موجوده وشافوني. ما فيش نص ساعه هم يعني، حتى الكابتن تونسي قال لي انت مش في نادي؟ قلت له لا انا حصل معايا كذا كذا كنت في الاهلي. قال لي يعني انت في الاهلي مشوك؟ قالوا لي انت متاكد معاك استغنى؟ قلت له لا انا مشيت خلاص، انا بقالي سنه عايش بره مش عايش. قال لي انت مش مقيد في حته؟ راح جاب في ساعتها رحت ماضي، جاب استمارات مضاني ومضيت. وانا برضو يعني الموضوع جه كده فاهمه ان هو الموضوع مش ان انا في دماغي ان انا برضو بعمل كل ده وانا مسافر اصلا كده يعني انا برضو مسافر. انت اول واحد اقابله مش في دماغه الكوره ويبقى نجم فيها، يعني كل واحد بيعافر ودخل ناشئين ومستني يتصعد ومستني ورايح الاختبارات. انا كنت بحبها، كل الناس كده، لكن انت ما كانش في دماغك وبقيت نجم فيها. انا كنت بحبها، بس انا حاجه بعرف اعملها. وانا يعني عندنا جينات انا والدي كان برضو لعيب كوره كويس وكان عنده الموهبه دي، فهي جينات في عندنا. فانا برضو حبيت الموضوع وانا بلعب، بس ان انا بالنسبه لي هو ده هدفي ان انا ابقى لعيب كوره او كده، لا خالص. طب كان هدفك ايه؟ لا يعني برضو كنت انت لا هدفك كده ولا كده يعني فاهمه. يعني ما كانش برضو في دماغي ان انا هيبقى ده الكارير بتاعي ده. طب ولا مره والدك نبهك انه عايزك تبقى لاعب كوره او كده، او شايف انك بتلعب كويس او والله يعني ما اهتمش برضو بالموضوع ده؟ يعني والدي عارف ان انا بعرف العب. بس والدي بطبيعه عمله ان هو كان برضو عايش بره، كان بيجي اجازات، فالدنيا برضو بالنسبه لي انا عارف ان انا بلعب في الاهلي واتبسط جدا بس هو برضو ما كنتش متخيل ان انا هبقى مثلا يعني من الناس المميزين في الفرقه مثلا، ان انا لعيب عادي في النادي الاهلي. انت اسمك عمرو محمد احمد فتحي. تمام. جت منين سماكه؟ وشويه قعدنا يعني ده انت عملت لنا لغط قبل كده فتره، لا سماكه لا سماكه لا بالصاد لا بالسين. هي سماكه، هي بصراحه هي سماكه. يعني هي بقى؟ هو كابتن ميم شربيني كان في سماره كان عندنا في الفرقه وكنت انا يعني بشرتنا سمره شويه. فسماره كانت ميمي كانت ساعات تتلخبط وكده، فقال لي خلاص انت هو سماره وانت سماكه. قلت له ايه سماكه ده يا كابتن؟ قال لي لا ده كان حد كده في برازيلي كنت انا بحبه قوي زمان، فانت شبهه فانت سماكه. فمن ساعتها بقى يعني فطلعت سماكه في النادي كله بقى، ما حدش كان بينده لي. احنا في الناشئين كان غير سماكه بس، في الناشئين الاهلي. بس هو يعني كابتن ميمي الشربيني اللي طلع عليك الموضوع ده. وبعد كده طلعت بقى ثبتت معايا في النادي بقى كل هو سماكه وفضلت. احنا قعدنا لنا بتاع شهرين، هو بالسين هو بالصاد هو مين يا جماعه يعني. لا ده كانت مشكله كبيره جدا فتره كده في الاول فتره كده في الرياضه. لما جيت كنت موجود في الترسانه. كانت الترسانه زي ما بقول ليها يعني هي طبعا ليها هيبتها لغايه دلوقتي، شواكيش معروفين يعني، ولكن في الفتره دي كمان كانت جماهير الترسانه وبتيجي تحضر، وايام الجماهير والملاعب كان اجواء حلوه جدا. يعني كان في كوره، لسه كان في كوره، كان في ناس فعلا. احنا كان بيجي لنا التمرين 1000 واحد مثلا في الترسانه. لا كتير كان يعني التمرين مش هقول لك الماتش كان الاستاد بيبقى متقفل وناس قاعده فوق عندنا بيت كهرباء كده، كان الناس بتبقى قاعده وناس قاعده فوق. فيعني كان اجواء احنا كنا صغيرين متعودين على الروح دي.
الروح الجماهيري اللي احنا مفتقدينها دلوقتي شويه. ان هي احنا متربيين واحنا من واحنا صغيرين بنقعد نتفرج، بنقعد على السور نتفرج على اللعيبه، بنتفرج على الحاجات دي. فالحاجات دي هي بتبقى بتدي شويه روح للعيب الكوره، بيبقى نفسه هو يتحط في الموقف ده، بيتحط في الطريقه دي. فطبعا انك تتصعدي وتبقى انت يعني بتتحولي من انك متفرجه للفريق الاول، انك انت الناس بتتفرج عليكي وعايزه تعملي حاجه. فاول شهرين ثلاثه بالنسبه لي كانت شوك طبعا، ان انا ناس كبيره بتقعد تنده لي وتسلم عليا، عندي 18 19 سنه وانت النادي ومستقبل النادي، وكلام طبعا بالنسبه لي ما كنتش متخيله. واللعيبه كبيره ويجي يتكلموا معايا، والحمد لله ربنا وفقني. طبعا الفتره اول ما بدات كنت موفق. لعبت ماتش كاس مصر جبت فيه جون، كنت عندي 18 سنه وحاجه يعني. ف يعني الحمد لله حطيت اسمي على طول في الفرقه. كاس مصر مع الترسانة. كاس مصر كنا بنلعب على ما اعتقد لا مش عارف منصور حاجه، مش انا متذكر. مستحيل افتكر اكيد. مش متذكر قوي بصراحه. كنت انت اللي بتلعب الماتش وما افتكرتش. بس الحمد لله يعني ربنا كرمني. نزلت الشوط الثاني كنت صغير جدا، فعملت جون وجبت جون. فبالنسبه لي كانت بدايه موفقه جدا، اول اسبوع ليا في الفريق الاول طبعا. فيعني كان حظ كويس يعني. مانويل جوزيه اللي طلب ان انت اللي تروح الاهلي. هو كان في فتره كده كنت دايما اللي يلعب مباريات حلوه قدام الاهلي تلاقي مانويل تاني يوم عايز ده. بصي انا يعني اول حاجه كنا بنلعب، يعني اول حاجه بقى كنا بنلعب ماتش ودي مع النادي الاهلي من اهلي مدينه نصر. كان كابتن انور معانا، وكنا بنلعب في ملعب 4 عندنا في النادي في مدينه نصر. فده اول ماتش كنت بقى يعني مانويل جه يشوفني حقيقي. يعني كان ماتش جامد جدا. عملت ماتش يعني هو ده اللي وداني، يعني من اسباب ان انا رحت النادي الاهلي. الماتش ده كان ماتش ودي اصلا، فعملت ماتش هادي. كنت بلعب طبعا، كنت صغير، وكان معايا كانت تريكه معايا، وكان ابو علام لعيب جزائري كان مميز جدا، وكابتن مؤمن، وكان طبعا ابراهيم سعيد وهادي خشبه ووائل الجمعه واسماء طبعا حسام غالي هو ما شاء الله كان لامم كل الاسماء الكبيره اللي في الوسط. يعني الحمد لله عملت عليهم ماتش جامد جدا. تعادلنا 1-1 حاجه كده، وانا اللي كنت عامل الجون، وكنت مميز جدا في الماتش ده. يعني كنت باين قوي. بعد الماتش على طول يعني عرفت ان حصل كلام مع النادي وكده، ومن ساعتها بقى قعدت ما كملتش اخر السنه، ورحت النادي على طول بعد تريك على طول ب6 شهور. مانويل جوزيه كان بيحب يعني دايما التشكيله الثابته، ما بيحبش يغير كتير الا لو اضطر للتغيير. ده كان بيبقى مؤلم قوي للناس اللي قاعده على الدكه. بص يعني هو طبعا انت منتخب مصر، انت بتتكلمي عن النادي الاهلي ساعتها قوام منتخب مصر. فانت يعني في ماتشات كنا اللي بيتصاب اي حد بينزل كنا بنكسب، يعني ما بتحسيش بالتروب الجامد ده. كان ال 22 لعيب مميزين في مصر، معروفين في مصر. ف صعب طبعا على المدير الفني جدا انك عندك مثلا لا يقل عن 18 لعيب مميز، مش لعيبه كلها كويسه. فانت لازم تعمل كنترول على ال 18 وما تحاولش يعني امر طبيعي وهيلث للفرقه ان اللعيبه تزعل طبعا انها ما تلعبش. بس طبعا مش يعني انك تزعلي انك تاثري على زمايلك او توريهم ان انت مكشر قدامهم حاجه كده. فهو كان بيركز قوي في الحاجات دي، في التفاصيل دي. انك عادي انك ممكن تزعل انك ما تلعبش، وده امر طبيعي ان انت ما عملتش كده ما تبقاش لاعب كوره اصلا. بس انك انت ما تبينش ده او ما تاثرش او على باقي زمايلك. والحمد لله ده اللي كان مميز فيه مانويل جوزيه معانا جدا، ان هو بيتعامل مع كل لعيب انديفيدوال، عارف دي شخصيته ازاي، وده بيتعامل ازاي، وده تربيته ازاي، وثقافته فين، وبيقرا ايه. فهو كان بيفهم كل لعيب بثقافته. ويعني هو طبعا قاري برضو في كل حاجه في التفاصيل، اكيد انت فاهمه. فهو قاري القران وقاري الشريعه وقاري التفاصيل بتاعتنا احنا، فهو فاهم طباع الشرقيه بتاعتنا هو كان متعمق كان متعمق جدا. فهمنا كويس قوي طبيعه المصري. هو جه، انا ما اعتقد انا يعني اول فتره لما جه ومشي، لما رجع تاني هو عمل يعني دراسه بقى، يعني هو بدا بقى فعلا يدرس الشعب ده ايه، ويدرس الناس دي ايه، وطباع الناس دي ايه. ففرقت معاه جدا في ان هو يقدر يعمل كنترول على المجموعه ومحدش. طب انت بيقولوا لك انك انت هتروح النادي الاهلي، فانت شايف ان في اسماء بيجيبها ويقعدها؟ يعني جاب محمد عبد الله ما شاء الله كان من الاسماعيلي. هو محمد عبد الله معايا وقعد محمد. يعني محمد انتهى تماما لما راح الاهلي، والله بصي رغم انه كان مميز جدا. انا برضو يعني انا ما فكرتش قلت لا انا هقعد مش هلعب؟ انا برضو بالنسبه لي ما حسبتهاش كده برضو. انا ما حسبتهاش كده قوي. انا عارف ان انا كنت صغير، ان يعني طبعا طبيعي ان انا هروح اقعد، امر طبيعي ان انا ابدا اخد يعني. بس اسمك في النادي الاهلي
هاخد وقتي سنه يعني عقبال ما اخش في التيم 6 شهور بس هلعب. انا عارف ان انا الحمد لله انا واثق في امكانياتي جدا، وعارف ان انا يعني الحمد لله عارف ان انا هروح حته مش استحاله مش هلعب يعني. لو رحت برشلونه هلعب يعني اكيد. يعني مع الوقت هلعب، هثبت نفسي وهلعب. فبس انا كان بالنسبه لي الموضوع مش حاسبها كده، انا حاسبها ان انا عايز ارجع بيتي بقى واصحابي وزمايلي والعمال حبايبي ومش عارف انا كنت عايز ارجع. ده بالنسبه لي اهم هدف بالنسبه لي، اللي انا اهم حاجه ان انا ارجع بيتي. انا وانا والدي وانا ماشي من النادي بقى خلاص، النادي الاهلي وانا صغير. والدي جالي، كنا راجعين اجازه ورحنا الكابتن شط على ما اعتقد حاجه كده، وقال له خلاص بقى لان انا ما فيش نصيب ان انا اكمل يعني. عشان هو كده وأيدنا الفرقه وهو يعني وانا برضو كان جسمي ضعيف كده شويه يعني، ما كنتش لسه ما كنتش طولت قوي كده حاجه كده. فقال له لا خلاص، وانا انت شايف الدنيا وبتاع. فمشيت. بابا قال لي عايز تلعب كوره تاني ولا تسافر معايا وبتاع؟ قلت له لا انا يعني قاعد شويه ولو هجرب ولو مش كده هاجي لك بقى على هناك. قال لي خلاص، قال لي انت لو ركزت وعايز تلعب كوره فعلا ركز، النادي الاهلي والزمالك هيتخانقوا عليك. وانا بقول لك كده والله العظيم زي ما بقول لك كده فعلا حصل. وانا خارج من باب النادي الاهلي كان عندي ساعتها 15 سنه حاجه كده، وفعلا رحت الاهلي. اول ما وفعلا النادي الاهلي والزمالك اتخانقوا عليا ان انا انت رايح الاهلي وانت عندك 18 سنه، عارف ان انا هيجي لي وقتي ان انا هلعب حتى لو انا ما لعبتش في ظل اللي موجودين دول كلهم. ايوه لا كنت عايز ان انا العب. كنت عارف، والحمد لله انا لما رحت كان علاقتي كويسه يعني برضو انا كان حظي حلو، انا ليا تعامل شويه مع اللعيبه، اعرف 90% من اللعيبه اتعاملت معاهم اصلا، اذا كان منتخب شباب ولا اولمبي. عماد متعب، احمد فتحي، الناس دي كانت برضو علاقتي بيها عاديه. بوتريكا كان معايا في الترسانه. يعني كانت برضو ما كانش الموضوع بالنسبه لي فيه رهبه قوي، ما كنتش خايف خالص. لا ما انت راجع بيتك راجع ما كانش عندي رهبه، كنت بنزل التمرين. يعني انا كان عندنا كان خواجه على طول بيعمل الدايره، كان بيجي يلعب معايا على طول. يعني الدايره بتاعتي مسميها السيركو، كان السيركو يلا معايا على طول. كان ليا يعني الحمد لله كان ليا عندي يعني كنت صغير بس ليا شخصيتي في الفرقه، وكان الحمد لله الناس كلها يعني بتحبني انت قعدت فتره قد ايه في الاهلي؟ انا قعدت سنه ونص. سنه ونص. وبعد كده رحت كازما الكويتي. كازما الكويتي كانت ايه؟ قعدت 2 ونص في كازما الكويتي، وبعد كده رحت لبنان، الصفا اللبناني. والحمد لله كل الفرق اللي رحتها الحمد لله خدت معاهم بطولات. يعني لعبت مع الصفا بطوله اسيا، وخدت معاهم الدوري والكاس. والكويت كده بقى الحمد لله خدت معاهم الكاس. لعبنا بطوله اسيا وكسبنا الكويتي الرفاع البحريني، وصلنا قبل النهائي. يعني الحمد لله ما فيش حته رحتها الحمد لله يعني لا غير الحمد لله بمشي منها. الناس لحد دلوقتي بتبقى فاكراني ان انا يعني من الناس اللي عملوا حاجه كويسه في الفرقه. فدي حاجه بالنسبه لي، ده السي في بتاعي او اللي انا عملته، ان انا لحد دلوقتي ناس لما بتكلمني من مثلا من الكويت، من لبنان، من الحته اللي انا رحت لعبتها، فدي بالنسبه لي حاجه هو ده اللي انا عملته من الكوره. صحيح. انت بعد كده رحت فرنسا؟ لعبت درجه ثانيه في نادي اسمه غوا في فرنسا، قعدت حوالي 6 شهور وبعد كده رجعت. ده اللي كان الختام فرنسا؟ لا فرنسا ده يعني بعد على طول مشيت. ورجعت هنا على ايه؟ ورجعت هنا لعبت بتروجيت. لعبت الجونه. يعني بس ايام احمد الصحيفي. طبعا حاج احمد طبعا الناس اللي علامه هو في الجونه، يعني من الناس اللي مش هتتكرر تاني. انسان مهذب جدا ومحترم جدا وملتزم ومن السنين الحلوه كان معانا كابتن اسماعيل يوسف طبعا تجانا، كان من الناس اللي بحبها جدا جدا يعني. فكانت سنه حلوه يعني، كان معانا شريف اكرامي وشيتوس، كان عامل تيم حلو جدا السنه دي. بس كان عندنا بطلك، انا ثالث ماتش جالي رباط صليبي في الفرقه دي، وشيتوس عمل 2 رباط صليبي مثلا فكان عندنا بطلك رهيب في بدايه السيزون. انت بتروجيت والجونه وبعدين بطلت؟ ولعبت حوالي 6 شهور بقى كده في ترسانه، كنت يعني بحاول العب يعني. كان بس بعد كده لا ما كملتش. كان عندك كام سنه بقى لما بطلت؟ حوالي 32 حاجه كده، 33 حاجه كده. قليل برضه. يعني كنت ممكن العب، ممكن تكمل شويه يعني. في ناس كملت بعد كده كتير. بس بقى يعني في مصر ثقافه يعني ايه يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بس متعبين في مصر شويه. جماهير ولا مجالس ادارات ولا يعني مدربين مجالس ادارات. في ايه؟ يعني مدرب ما بيحكمش على اللعيب ان هو يعني يقول لك بيبص، ما بعرفش هو يعني كنت بيحكم على اللعيب ازاي. انت بتشوف اداؤه في الملعب. يعني السن ده يعني انا شايفه ان هو رقم.
انت كل انسان اصلا مختلف عن التاني في كل حاجه. طبعا ما تقدرش واحد يعني عنده 40 سنه، اتنين عندهم 40 سنه لازم يبقوا نفس الكفاءه ونفس لا، ممكن في اختلافات صحيح. بينهم، جينيه، طبيعه جسم، حاجات كده. صحيح. فهم المدربين عندنا بتخاف من اللعيبه الاول حاجه اللي اسمها كويس، اللي ليها اسم عندنا دي اللعيبه بتخاف منها، المدربين بتخاف منها، وانا بقولها صراحه يعني. بيحاول يعني يقول لك اجيب لعيب صغير اقعد اعمل عليه كنترول واشخط فيه ازعق فيه ما مش هيكلمني، ما هو ممكن يكون بيحسبها كده، ما يعني ممكن. في يعني انا جيت السنه اللي انا مشيت فيها كان جه كابتن، اخر سنه كنت في ترسانه 6 شهور، جه بعد كده كابتن علي ماهر مسك الفرقه، مسكها 5 ماتشات على ما اعتقد، بس جه مشاني. بس ما اعرفش سببه يعني، ما قالش السبب يعني. جه حد مكلمني من نادي ترسانه قال لي مش عارف ايه، قلت له لا خالص، قلت له انا بلعب عشان انا عايز يعني نفسي ان ترسانه يعني اعمل معاهم حاجه ان هم يعني اقدر ارد لهم الجميل اللي هم عملوه معايا، ان انا ارجع وانتوا اللي كلمتوني عشان اجي العب معاكم 6 شهور. يعني مش انا اللي انا كده كنت يعني في دماغي ان انا خلاص يعني. ومشيت لما قال كده. ومشيت فعلا، ما حتى ما قعدتش معاه. انا كنت كابتن فرقه. كنت ساعتها كابتن فرقه يعني من ذوقيا يعني، حتى من الاحترام ان حد تجيبني تقعد تتكلم معايا، انا مش محتاجك، عادي جدا. احنا ما عندناش برضو الثقافه دي، ما عندناش الثقافه دي انك كده تتكلم عادي، مش كل الناس انك احنا اختلفنا في حاجه احنا لازم نتخانق. عادي احنا ممكن نختلف، انت مش محتاجني، انا مش في احتياجاتك، مش في فكرك، مش في طريقه لعبك، عادي جدا وارد. صحيح. فاهم؟ بص انا يعني سجلت معاك كتير، فعارفه ان انت طبيعتك لا دايما كنت هادي ودايما مبتسم. يعني انا ما شفتكش مره بتتعصب، ما شفتكش مره بتتخانق مع لعيب تاني، بتضرب في الملعب. انا مش متذكره دوت يعني هل حصل ولا لا، بس انا ما شفتش ده الحقيقه. ان انا كنت دايما بعمل برنامج زوم ماتش، فكنت بنزل للانديه كتير قبل المباريات. طبعا يعني انت كنت معانا في يعني انت من الترسانه، انت كنت يعني شفت لنا يعني كنت بتحضر لنا ماتشات وتشوف لنا ماتشات. لا يعني انا من يعني قليل جدا لما كنت بتنافس. صحيح. يعني ممكن في حياتي مره 2 اتنفست اللي هو خرجت ودايما مبتسم يعني. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني طبعا. الحمد لله يعني عشان انا لما بوصل لمرحله معينه عصبيه بتبقى صعب، فانت بتحاول ان انت تتفادى هذه المرحله. ما اوصلها لمرحله الوحش بقى. مش عاوزه اوصل لليفل الوحش. افضل لما اوصل لها لمرحله. عشان كده هسالك بقى، انت دايما كنت هادي ودايما بتعدي الامور كده. يعني انت بتقول لي لما كنت صغير اللي هو بتحب حاجه بتعملها، مش بتفكر ان انت تبقى نجم فيها، يعني مبسوط انك انت مثلا بتروحش المدرسه. انا في مدير فني من غير يعني مش هذكر اسمه، كان بيقول لي انت مشكلتك انك انت يعني واخد الكره انك انت مش بموت نفسك عشان مش هدفك. مش هدفك حقيقي يعني. قال لي انت بتلعبها للكوره بس. قال لي انت دي مشكلتك، قال لي انت لو تلعب كوره انك انت عشان، قال لي كنت في حته ثانيه خالص، كنت في حته ثانيه خالص. في ناس بتلعب كوره علشان الفلوس، عشان يبقى يعني نجم مشهور عشان فلوس، وفي ناس بتلعبها علشان انا عايزه ابقى نجم فيها، عايزه ابقى كبير فيها. يعني انت بقى لا كنت ده ولا ده. انا يعني عايزه انا بلعب علشان اللعب يعني. الحمد لله انا كنت يعني اموري الماديه كانت متيسره الحمد لله من وانا صغير. يعني الحمد لله كنت يعني كان انا بقول لك انت لا لعبت عشان ده ولا ده. كابتن انور سلامه كان والدي جايب لي عربيه، كان عندي 16 17 سنه. كنت بروح بيها النادي، فكنت اروح التمرين على طول بالعربيه. كان كابتن انور طبعا اكتر حاجه يعني تضايقه في اليوم بتاعه ان يشوفني بالعربيه. فكان بالنسبه له اليوم قفل خلاص، ان هو شافني جاي التمرين بالعربيه، انا خلاص هو بيعذبني في التمرين وبقى يعني مش عايز اقول لك. فيكلم والدي في الكويت، لو سمحت انت بتبوظه، انا بيعمل ومش عارف ايه فكان مشكلته معايا ان انا يعني نوعا ما شويه متدلع، شويه مرفه، شويه متدلع. فكان دي مشكله حياته معايا. طيب بس ما هو ده بقى اللي بيخليني عايزه اسالك، انت بقول لك انت بتلعب الكوره عشان خاطر انت بتحب الحاجه دي، ما بتتعصبش، ما بتتنرفزش، مش يعني واخد الحياه بسلاسه، او زي ما بتقول كده، زي ما بيقولوا عليك مثلا متدلع او ما الى ذلك. عايز اعرف لو رجعت بيك الدنيا تاني
هتبتدي الكوره زي ما انت ابتديتها قبل كده، ولا هتبتدي بقى تفكر فيها لا انا عايزه ابقى نجم، لا انا هحافظ على كل تصرفاتي، انا هاخد بالي، لا انا هتنقل، انا مش همشي من النادي الاهلي لما اثبت نفسي؟ طبعا هتفكر ازاي يعني؟ عايزه اعرف. احنا في مرحله السنيه دي برضو كنا صغيرين، كنا لسه يعني معلش 23 صغير 24 18 سنه رايح النادي الاهلي. يعني انا رحت متخيله النادي حد الأهلي عنده 22 18 سنه بيوقفوه على الباب وبيتصوروا معاه. اصل انا بشوف ده في ناس بيحصل لها حاجه ثانيه طبعا. مختلفه الحمد لله يعني احنا ما وصلناش المرحله دي، بس يعني طبعا الواحد كان صغير يعني لسه طبعا فكرا يعني انت صغير لسه برضو مش هتوصل ان تبقى عندك نضج انك تقدر تتحكم في حاجات غصب عنك، انت لسه برضو ما وصلتش للمرحله دي. فطبعا لا اكيد طبعا كان في حاجات في حياتي كتير هتختلف، طريقه معيشتي نفسها هتختلف، كنت هاخد الموضوع احتراف اكتر، بروفيشنال اكتر. برضو احنا ايامنا ما كانش الموضوع زي دلوقتي، يعني دلوقتي برضو يعني في يعني الناس بتعمل فوكس شويه على في حاجات احنا ما كانش ايامنا عليها، في يعني السوشيال ميديا برضو كان بالنسبه لنا لسه يعني ده ما كانش فيه. احنا لو يعني السوشيال ميديا ده كانت يعني احنا لو كان نزلنا طرقستين 3 في الماتش اللي احنا بنعملهم كنا ما فيش يعني كنا فاهمه كنا بنعمل حاجات يعني بجد. يعني لو رجع بيك الزمن كنت هتقول لا انا هاخد الموضوع جد قوي في الكوره؟ طبعا كنت هتبقى طبعا حاجة لو يعني لو رجع، لو انا بالفكر بتاع دلوقتي او بالنضوج بتاع دلوقتي او بفكري بتاع دلوقتي كنت هبقى مختلف تماما. طبعا كنت هتقول لا انا مش همشي من الترسانه لما كابتن علي ماهر بيقول لا انا مش عايزه، كنت هتروح تقعد معاه وليه يا كابتن؟ كنت هعمل حاجات كتير قوي. ايوه انا عايز اعرف ايه كنت هعمل حاجات كتير قوي. كنت هعمل حاجات كتير، كنت في حاجات في حياتي في شخصيتي كانت طبعا هتختلف، طريقه بقول لك هبقى اكتر التزاما اكتر، يعني هاخد الفتره اللي هم ال 10 15 سنه بتوع الكوره دول هاخدهم كوره بس. صحيح. في حاجات احنا كتير فايتانا برضو، احنا كنا انا بقول لك برضو الواحد وهو صغير ما بيفكرش خالص زي دلوقتي. انت نجم وصغير ومعاك فلوس ومشهور وبتعمل اللي انت عايزه، بتصحى الصبح تعمل اللي انت عايزه. في حاجات برضو بتبقى صغير انت يعني أيوة. لازم يبقى برضو في حد بيعمل عليك كنترول. بالظبط كده، كان بيبقى فيه لازم توجيه اكتر من كده. صحيح. فممكن يكون دي من اسباب شويه اللي انا يعني كنت المفروض اوصل. انا شايف ان انا كنت الطبيعي لموهبتي ان انا كنت اوصل لحته اكبر من كده بكتير يعني. بس الحمد لله طبعا انا راضي جدا ومبسوط جدا باللي انا وصلت له. يعني في يعني الناس زمايلي وكانوا احسن مني كمان وما وصلوش للي انا يعني الحمد لله نص اللي انا وصلت له. فبالنسبه لي اللي انا وصلت ولعبت بره مصر ولعبت في مصر الحمد لله الناس في يعني نوعا ما بتشوفني شارع تعرفني، فدي بالنسبه لي الحمد لله. لا ولو تعرفك بتقول لك انك كنت تلعب حلو، ده اهم حاجه. بالظبط. في جماهير كانت حاطه عليك امل، كانت عارفه انك انت موجود جوه النادي الاهلي على مستوى النادي الاهلي. في ناس زعلت منك كتير جدا طبعا في موقف من المواقف حصل يعني طبعا. انا مش عايزه اذكره، بس لو انت ليك انك انت تقول لهم دلوقتي تقول لهم ايه؟ والله يعني ما انا بقول لك هو الفكر طبعا يعني من وانت صغير غير لما بتكبر. بس انا برضو كنت يعني محتاج يبقى حد في جنبي، محتاج سبورت، محتاج حد يقف معايا، محتاج حد يدعمني. يعني في مواقف الواحد في حياته بيبقى صغير محتاج الطبيعي انك تغلط. انت لو مش انسان مش طبيعي مش هتغلط اصلا. فالطبيعي يعني الطبيعي انك تغلط، الطبيعي انك تتعلم، الطبيعي انك تتعلم من اخطائك. فانت مش هتتعلم من اخطائك غير لما اصلا تغلط. فالطبيعي بس كان الواحد محتاج ولما يغلط حد يبقى يعني يوجهه، يبدا يدعمه. فدي اللي كان واحد بس محتاجها وهو صغير. كان ممكن يعني لو انت بالنضج ده ما تفكرش مثلا في منشطات او ما الى ذلك او موضوع؟ والله يعني هو الحاجات دي كلها جت كده يعني فاهمه بدلك، يعني برضو عشان صغير انا مش فاهم ايه اللي باخد ايه بشرب ايه بعمل ايه اللي هيفيدني ايه اللي هيضرني. فانا بقى اي حد طب اديني ده مش عارف، فانا برضو مش مركز. صحيح. ما كنتش مركز قوي. انا بس عايزه اقول المفاجاه للجماهير الحقيقه ان يعني في ناس حتى الان لعيبه بتاخد منشطات عادي جدا. يعني ده بيحصل لغايه دلوقتي على فكره عادي جدا. يعني لحد دلوقتي وما بياخدوهاش انها مجرد انها ما بيبصلهاش انها منشطات او كذا، هو بحاجه بتساعده على ال 90 دقيقه اللي موجوده، ما بيبصلهاش بالطريقه دي. ايوه يعني في حاجات في لحد، بس يعني احنا برضو بالنسبه لنا زمان ما كانش الموضوع احنا ما كناش فاهمينه قوي. بس دلوقتي في الانديه لا الموضوع مختلف تماما يعني. بقى مختلف صحيح لما احنا في اختلاف تماما. انت عارف ان في ادويه اكتشفت ادويه برد عاديه جدا طبعا. قالوا لي ان دي كنت موجوده مع المنتخب الحقيقه وكان في حد من اللعيبه عنده برد وانا معايا ادويه برد يعني فبقول له خد دي، فالدكتور شايفه فرح له اوعى تاخد ده لان ده منشطات. انا بالنسبه لي هو دواء برد مش حاجه خالص. لا في حاجات يعني كتير جدا
في حاجات في حاجات مشكله كبيره، ده حتى في اللحوم نفسها كمان دلوقتي بقت برضو فيها مشكله، اللحوم اللي بتيجي من بره كل حاجه في فيتامين، حاجات عاديه بتاخديها عاديه جدا، فيتامين مالتي فيتامين تلاقي فيها حاجات، تطلع فيها مشكله. فدلوقتي لازم الحاجات بيبقى في ليها دراسه، وبتعرف لعيب الكوره هو بياخد ايه كويس، اللي داخل جدول، لازم طبعا انت تبقى فاهم خلاص بقى. انت في مرحله ان برضو انت بتلعب بطولات وبتلعب معرض في اي لحظه انك تعمل لك كشف منشطات، فانت كنت لازم تبقى محافظ. احنا برضو كنا الموضوع عشوائي شويه. انا محترمه جدا جدا انك بتقولي الواحد كان صغير ممكن ومش كان يبقى فاهم الحاجات دي، يعني انا بحترم قوي الناس اللي بتبقى دايما صريحه مع نفسها. ايوه طبعا مع نفسها جدا. طبيعي اللي يقول لك غير كده، لا، انا شايف ان انا طبيعي ان انا كنت اغلط، وان طبيعي ان انا لازم اتعلم من غلطي، وطبعا الحمد لله انا غلطت وانا صغير مش وانا كبير، فيعني الحمد لله. صحيح، الغلطه وهو الواحد كبير بتبقى لا بتفرق كتير. هسألك على حاجه قلتها الحقيقه في كلامك عجبتني جدا، قلت لي دلوقتي الواحد مفتقد الجماهير كانت زمان انت جربتها عامله ازاي، دلوقتي الواحد مفتقد الجماهير. لما بتتفرج على مباراه من المباريات بتحس انها تمرينه؟ والله احنا زمان كنا نسافر المنصوره، المحله، الحتت دي بننبهر، بنقعد احنا كلاعيبه بنتفرج على الاستاد كده بننبهر بنتبسط. يعني انت اللعيب، يعني ايه الكوره ايه اصلا غير يعني الجماهير، انك الناس دي بتديك فعلا حاجه في الملعب غير طبيعيه، روح تانية خالص. صحيح. لما بتتفرج دلوقتي على المنتخب مثلا وهو بيلعب وفي جماهير موجوده، او حتى الاهلي لما كان بيلعب مبارياته على ارض مصر في افريقيا مع الرجاء او مع الهلال، تحس بالجماهير، في صوت موجود، يعني موضوع تاني خالص، مش تمرينه. انا كنت بسمع اللعيبه بتنادي على بعض اكننا في والمدير الفني كمان. ايوه اكننا والكوره اصلا بقت يعني الكوره يعني ماتش ما ينفعش تتفرج عليه. صحيح. يعني الكوره وحشه ومفيش روح، اللعيبه تحسها مفيش هدف. انا كلاعب كوره انا بلعب عشان ايه؟ بتحب تتفرج على مين دلوقتي في الدوري من الفرق؟ يعني الدوري بتاعنا؟ وتقولي ما بتفرجش عليه. شكلك هيقول يعني ما بتفرجش عليه. يعني بتفرج بس يعني الماتشات اللي هي يعني الماتشات المهمه للنادي الاهلي. يعني ممكن اتفرج. افريقيا ولا دوري؟ يعني الماتشات المهمه في الدوري مثلا، لو ماتشات كويسه في الدوري، وافريقيا طبعا. طب انت حاسس ان الفرق مختلفه عن بعضها في الدوري ولا كلهم شبه بعض؟ والله يعني هو بس الفكره في مصر الدوري بتاعنا، يعني بحس هم مش عايزين يتطوروا، يعني هم عايزين يفضلوا كده، يعني حاسس هم عايزين يفضلوا كده بنفس يعني برضو احنا بنشوف بره الكوره بتتغير، حتى لو يعني بره اللعيبه بتغلط عادي جدا. انت هنا تحس اللعيب لو غلط في الملعب ان هو هيموت، هيتعلق. لا فعادي جدا يا جماعه، ما عادي انك تغلط، ولازم تجرب، ولازم تحسن من اسلوب لعبك وطريقه لعب المدربين، حتى مش لازم تبقى جبان. انت مدرب مش لازم تبقى جبان، لازم تحط اسلوبك وتحط فكرك يبقى ليك شكل، حتى لازم تبين ان انت جاي مدير فني ليك بتعمل حاجه، بتعلم الناس دي حاجه، بس انك بتيجي تمشي زيك زي اللي قبلك وتلف والسيركل يلف، وده يروح الصبح هنا والظهر هنا والعصر هنا، فدي حاجه صعبه جدا. والمشكله برضو ان احنا الناس دي بقى لها مثلا 15 سنه ما عملتش اضافه في الكره المصريه. فانا شايف المدربين يعني 70% من المدربين في الدوري المصري دول لازم خلاص بقى شكرا، يبدا الناس تيجي يعني بتتفرج حتى على قناه تانية، اي ماتشات بره بتتفرج على اي حاجه، يطوروا الاداء شويه، يطوروا اللعيبه دي حرام. يعني في لعيبه في مواهب حلوه، اكيد ما بقول لك المواهب قلت شويه عشان احنا واخدين اللعيبه ان هم انت بتاع العاب قوه مش لعيب كوره، انت لازم تقعد 90 دقيقه تقعد تجري لي تعمل وتقعد. لا الكوره دي كوره قدم مش العاب قوه يا فندم. انت تيجي يعني العاب قوه تروح يوم الاثنين مع العاب القوه تمسك مدرب العاب قوه، انت راجل مدرب فني لكره قدم، لازم الناس دي تلعب كوره، تعرف تقف ازاي، تستلم ازاي، بيبقى في انتشار ازاي. انت عايز فنيات اكتر من انه بيجري في الملعب يعني. بالظبط. فنيات بالذات كمان احنا بنشوف يعني انا كنت بروح اتفرج شويه على الناشئين. والله زمان يا سلاحي ما بتعلمش حاجه. انت زي اللعيب ده انت ناشي ما بتعلموش حاجه، عايزه يطلع الفريق الاول، هيروح الفريق الاول مش هيقدر يعلمه، ما عندوش وقت يعلمه، هو لو ما اتعلمش تحت صحيح فوق شكرا خلاص. صحيح. فهو ده انتهى لعيب ما خلاص مش هيتعلم، مش هيعرف يتعلم اصلا. فانت انا شايف ان احنا مراحل، فموضوع كبير قوي، يعني موضوع كبير قوي. فان انا شايف من اسباب الموضوع ده المدرب المصري مش مثقف قوي، مش متعلم، ما بيتحاولش يطور من نفسه، بيخاف على مكانه، بيخاف على اكل عيشه، ده طبيعي. بس برضو الاداره انت بتحط ضغط على المدرب ان هو لو ما كسبش الماتش جاي هيمشي،
فانت برضو انت كنادي انت مش عايز تعمل حاجه، انت مش عايز تعمل منظومه او تكبر اسمك او تكبر النادي او لا، الموضوع كبير جدا فمحتاج قصه يعني. انت مدرك، انت قلت لي ايه دلوقتي؟ أيوة، انت بتقول لي المدرب المصري مش مؤهل، وقلت لي مش متعلم. امال احنا عمالين نعمل في لا في يعني انا بتكلم طبعا في مدربين كبار ومدربين محترمين، انا بتكلم يعني في الاغلب احنا بنشوف ما شفناش تطور اداء في الكره المصريه. يعني الدوري المصري هاتي لي كام فرقه بتلعب كوره، احنا بنتفرج على الدوريات القريبه اللي بعدينا بكام سنه، يعني الدوري السعودي بعدينا بكام سنه، اتفرج على الدوري السعودي، انا بتفرج على ماتش، اي ماتش في الدوري السعودي على فكره، يعني لو جالي اي ماتش في الدوري السعودي هقعد اتفرج عليه. هتفرج على كوره مختلفه عن اللي عندنا دي خالص. ليه؟ هما بداوا بمدرب ومدير فني ناشئين، المدربين بتوع الناشئين بتوع السعوديه 90% منهم مدربين مصريين بس متطورين لعيبه، عشان هم في مكان طالب منهم ان كنتوا تبقوا متطورين، فاهم قصدي؟ طب يعني انا لو قلت لك دلوقتي احنا عايزين نطور الكره المصريه، قول لي التطوير هيبقى ازاي؟ عايز تغير طريقه اللعب، ولا عايز تغير ايه نوعيه اللعيبه، ولا عايز تغير ايه بالظبط؟ احنا طول عمرنا الكره المصريه، طول عمرنا احنا مش بتوع تخبيط وجري لا، احنا طول عمرنا فرقه كوره، يعني من احنا صغيرين لحد ما كبرنا الكره المصريه لعيبه كوره، طلعنا كل الناس لعيبه كوره، قليل قوي يعني اللي كان بيجري ويخبط وبتاع، بيبقى معروف قوي هو ده اللي بيجري ويخبط. بس انت دلوقتي ما ينفعش يعني 70% من الفرقه بتاعتك بتجري وتخبط، مين اللي هيلعب كوره طيب؟ ده معناه ان مفيش مواهب. ما المواهب، ما انا بقول لك مفيش مواهب عشان انت ما عملتش مواهب. ما انت المواهب دي مش هتصحى الصبح تلاقي مواهب، المواهب الصغيرين انت لازم تعلمه ازاي يتحرك، ازاي يستلم، ازاي يقف، ازاي فما تعلمش ده وهو صغير مش هتعلمه وهو كبير، فيجي لك كبير هو اصلا ضايع. وغير ان انت تعلمه اللي قبلها انك انت تختاره اصلا عنده موهبه. لما دلوقتي تختاره مش يدفع فلوس عشان يلعب. ايوه لسه هقول لك، مش يلعب بفلوسه، مش يلعب بيلعبش بفلوسه بالظبط. أيوة كده بالزبط. فاللي بيلعب في فلوسه ده عمره ما هيتعلم حاجه. بالظبط فلا هو موضوع احنا في بقالنا 10 سنين، وده طبعا مؤثر، يعني احنا شايفينه اكيد مؤثر. يعني احنا يعني من 2000 مثلا و4 لغايه 2010 انت شفت الكوره في مصر كانت عامله ازاي؟ 2006 و2008 و2010. ليه؟ عشان كان عندنا لعيبه كويسه جدا وصغيرين ولاعيبه زي اللي هم كانوا طالعين بقى، احمد فتحي منتخب الشباب اصلا وطلعوا بالظبط كده الكبير. كنت عامل عندك انت مستني، بس الناس دي مستنيه تاخد مكانها مش اكتر، بس عندك كوادر وعندك لعيبه كويس عشان انت عامل حاجه يعني حلو. زي ما بتزرع كده رامي بذور وانت مستني المحصول يطلع. صحيح بالظبط. فانت اصلا ما زرعتش حاجه، هتحصد ايه؟ طب وانت ليه ما اشتغلتش في التدريب؟ ليه ما اشتغلتش في التدريب؟ ده موضوع كبير بقى. انت لا دخلت تدريب. انا مقدم على الرخصه سي بتاعتي مثلا في مصر هنا من 5-6 سنين وما اتعملتش من ساعتها. ما هي من 2016 ما كانتش معموله. من اي 16 ودافع فلوسها كمان. ودافع فلوسها من 2016. وما دخلتش مع لا ما اتعملتش اصلا، ما دخلتش. هم دول عاملين ايه صحيح للعيبه بتوع الدوري الممتاز؟ يعني انت ناوي تخش ده؟ طب يعني بص، يعني برضو هي غلط الحقيقه، بس يعني هسالها لك، لانه دايما اللاعب بيخلص من هنا ويحطه في الناشئين من هنا، هو غير مؤهل تماما للناشئين. انت لا اتحطيت في ناشئين ولا اتحطيت مع حد مثلا في فريق اول ولا شفتك في اي تمرين. انا ما كنتش برضو انا داخل، ما كنتش ناوي ان انا اخش يعني برضو انا كان عندي حاجات تانية بعملها، وانا برضو كنت يعني دلوقتي انا عندي مكتب كده انا وواحد سويسري اسمه دانييل في سويسرا، بنجيب كل ضرايب وتامينات اللعيبه اللي في اوروبا كلهم اللي لعبوا في اوروبا، الافارقه بقى والمصريين، وجبت المصريين هنا كتير جدا، كل يعني كابتن هاني رمزي، حضري، كل الناس دي جبت لها ضرايبها كلها ولعبها افارقه ولعيبه. فانا بقى لي في الكارير ده حوالي 2 سنين، مع طبعا شويه مثلا ممكن لعيبه قدام دول الخليج بتاع، كنت شغال في الكارير ده شويه. مع طبعا انا كنت في املي ان انا اول ما قدمت في 2016 ان انا اخش بقى في التدريب، بس مش عايز اخش وانا عشان عمرو سماك، مش عايز، انا مش من النوعيات دي. انت عايز تبقى مؤهل لده. انا راجل فاهم انا بعمل ايه. انا لعيب كويس، كنت لعيب كويس وبفهم كوره وكل، بس ده برضو مش مؤهلني ان انا ابقى مدرب. اصل هي اللعيبه دلوقتي بتخلص قدامها حاجه من 3، يا يبقى اعلامي وانا ضد كلمه اعلامي دي الحقيقه طالما هو ما درسش يعني. ما درسش طبعا، فده برضو. يا يبقى مدرب ويتحط في الناشئين ويبقى هو يعني هو متضايق نفسه وهو بيتعامل مع عيال صغيره، فهو مش طايق نفسه ولا الولد الصغير طايقه، فدي بتبقى مشكله ثانيه. يا اما انه يخش في مجالس ادارات.
يعني ياخد كارير كارير اداري بالظبط كارير بالظبط اداري. فانت ما عملتش حاجه من الثلاثه، انت رحت شويه زي مساله وكاله لاعبين بالظبط كده. انا يعني في الاواخر يعني برضو انا ما خدتهاش، ان هي برضو كان الموضوع بالنسبه لي هو جالي كده وخدت قعدت معاه سنتين. عندك عين كويسه انك تقدر تختار حد؟ انا الحمد لله لا بعرف يعني الحمد لله يعني حتى يعني وديت 5 6 لعيبه كده بره مصر فالحمد لله، وجايبهم من افريقيا فلحد دلوقتي بيلعبوا في اوروبا، فبالنسبه لي حاجه يعني اكيد لو مش كويسين مش انت حابب انك تشوف مصريين تاني زي محمد صلاح ان شاء الله. واللي يزعلك ان فعلا احنا عندنا احنا مصر مولده فيها تالنتس كتير وفيها لعيبه كتير وفي مواهب كتير، بس الفكره زي ما بقول لك هي دلوقتي بقى الموضوع صعب انك توصلي في ظل يعني معلش في الفساد زايد شويه، يعني الفساد بقى زايد شويه وكل واحد بيدور على مصلحته طبيعي ماشي، بس في المصلحه العامه برضه يا جماعه لازم تدور على المصلحه العامه. يعني في مصلحه عامه بعيدا عن اي حاجه، انت مش هتفضل في مكانك طول عمرك او هتفضل في صح. دلوقتي عندنا مباراة السوبر يعني تحولت للأهلي مع بيراميدز، بما ان انت كنت تتابع مباراة الأهلي يبقى اكيد شفت له مباريات مع بيراميدز، هقدر اكلمك عن بيراميدز يعني. طبعا يعني بيراميدز برضو فيه لعيبة كتير من الأهلي ولاعيبه كتير من الوسط من منتخب مصر. يعني الحقيقه عندي دايما حاجه انه مش فاهمه ايه لغز بيراميدز، يعني عنده كل حاجه مش ناقصه حاجه وما بياخدش بطوله. يعني هو ممكن تكون يعني طبعا يعني فرقه اسماء زي ما انت قلتي، لعيبه منتخب مصر، لعيبه مميزه، اداره مميزه، في يعني يعتبر من اغنى الفرق في مصر دلوقتي بيراميدز. بس هي انك فرقه تبقى فرقه بطولات ده موضوع تاني خالص، يعني موضوع خالص. انك انت اصلا موضوع البطوله دي انك يعني انت بتزرعي في اللعيب، يعني بيقول لك مثلا النادي الاهلي نادي الزمالك من اللعيبه صغيرين هم امالهم احنا هناخد بطوله الدوري، احنا هناخد بطوله فاهم حاجه؟ هو من هو من هو صغير هو احنا فرقه بطوله، احنا ما ينفع يعني لو احنا لما كنا في الناشئين ما ناخدش الدوري مثلا دي موضوع يعني بنعيط بقى ومش عارفين نروح النادي احنا صغيرين. فمن وانت صغير انت واخد انت عندك كونسبت ان الموضوع انك ما تاخدش بطوله دي نهايه العالم. فبرضه انا شايف دي بتفرق. هم ممكن يكونوا دلوقتي هم بيعملوا كده، بيحاولوا يعملوا قطاع ناشئين حاجه اولاد النادي زي ما بيقولوا. هي الفكره انه دايما ده كنت تلاقيه في ناشئين الاهلي والزمالك فقط، ان هم اللي متربيين على حته انك لازم تاخد البطوله. ما شفتش انديه ثانيه الحقيقه غير هو انبي شويه مع كابتن امام محمدين طبعا من القطاعات المميزه جدا. وكان المقاولين مع كابتن علاء نبيل الحقيقه كان زارع الحته دي في الولاد بشكل كبير. طيب هكلمك عن مباراه السوبر ما بين الاهلي وبيراميدز، ومن خلال متابعتك للاهلي كولر عامل حاله مختلفه في الاهلي. يعني طبعا انا بحترم الراجل ده ان هو واقعي، يعني هو راجل واقعي يعني مش بيأفور قوي في تقييمه، في حتى يعني في ادارته للمباراه، رياكشناته في المباراه، بحس ان هو راجل يعني ايه متزن مع اللعيبه، حتى مع الفرقه نفسها في اداء، في التزام، فده مهم جدا، انضباط في الملعب. فدي الحاجات اللي هي تنقص اللعيب المصري، ان هو يبقى في منضبط جوه الملعب، ملتزم لاخر من اول دقيقه لاخر دقيقه. احنا شفنا الماتش اللي فات بتاع الرجاء يعني التزام في نص الملعب، الشوط الاولاني بشكل جيد، عارف هو عايز ايه، بيدير المباراه مش متسرع، مش يعني في هدوء، والهدوء ده واصل للعيبه جوه الملعب. فطبعا مهم جدا المدير الفني يبقى اللعيبه حاسه ان هو عامل كنترول على الماتش ما يهربش منه. فدي انا شايف اللي هي من مميزات كولر الفتره اللي فاتت دي، ان هو بدا يحط اللعيبه تثق فيه، ودي مهم جدا. طبعا احنا يعني مخرجنا وليد الكسار جايب لنا لقطات من مباريات خاصه بالاهلي وبيراميدز مع بعض. شايف مين ممكن يبقى يعني هو كل مباراه بيبقى لها طبعا الماتشات، انت عارفه الماتشات اللي هي بالذات اللي هي المباريات اللي هي مباراه اصلا هي ماتش، ويعني فاهمه اللي هيبقى موفق في الماتش ده، اللي مركز في 90 دقيقه، اصل هي 90 دقيقه، اللي هيبقى موفق ومركز وعايز هو ده اللي هيكسب.
غض النظر بقى عن النادي الاهلي، بيراميدز، زمالك، اسماعيلي، اي فرقه هتيجي تلعب ماتش 90 دقيقه اللي هيبقى يعني مركز في 90 دقيقه ويبقى عايز فعلا البطوله ومركز وحاسس بقيمه البطوله وموت نفسه في الملعب، هو ده اللي هيكسب. طبعا الفنيات والحاجات دي طبعا مهمه جدا، وانك تقدر تحط التشكيله المناسبه واللعيبه اللي عندك اللي فيها، ده شغل المدير الفني بقى. النادي الاهلي دايما في افريقيا عنده حاله كده، دايما تلاقيه انا خرجت بره السوبر المصري بس يعني بما انك بتتابع دايما تلاقيه في الاوائل كده اللي هي دور المجموعات دايما متعثر شويه، وبعدين تلاقيه بعد كده ماشي كويس جدا في اللي هي الادوار بالزبط. الاقصائيه يعني. ما هي دي ايه السبب؟ بصي، هو ممكن يعني انا برضو النادي الاهلي ضغط، اللعيبه عندها ضغط ماتشات، مضغوطه، ماتشات كتير في وقت كتير، في يعني في ممكن في بدايه البطوله ما يكونش التركيز 100%، يبقى انت مركزين اللعيبه انهم هم عارفين يعني برضو النادي الاهلي انك من الصعب انك تخرج من يعني من المجموعات، يعني ما حصلتش غير يعني كم يعني نوادر ممكن تكون حصلت. فاللعيبه ممكن ما يكونش تركيزهم 100% في بدايه في بدايه البطوله مثلا او بدايه التصفيات، بس اول ما اللعيبه بتحس طبعا الموضوع بتصعب. طبعا حصل يعني البطوله بالذات اللي فاتت دي اللي احنا فيها بالظبط، يعني مجموعات كان النادي الاهلي كان يعني الهلال ضربه جزاء جابها صعد، فوصلنا لمرحله خلاص يعني فعلا احنا طبعا حظنا كويس والنادي الفرقه حظها كويس عشان هم يعني يستاهلوا ان هم يعني يوصلوا فرقه. يعني شايفين طبعا يعني الفرق بين الهلال والاهلي، مع احترام النادي الهلال السوداني طبعا نادي كبير، بس يعني النادي الاهلي في افريقيا يعني في فرق كبير، يعني حرام ان هو يطلع من دور المجموعات. فالرجاله طبعا يعني انا شايفهم ماتش الرجاء هم ردوا على يعني ان هم ازاي بيقدروا يخشوا في البطوله، قدرت يعني مع الماتشات مع انت دلوقتي النادي الاهلي المرشح الاول من الناس المرشحين ان هم ياخدوا البطوله، من ان انت اصلا كنت خارج بره البطوله ضربه جزاء لو جت عليك كنت خرجت. فهي دي برضو هو ده النادي الاهلي، هو ده برضو روح اللعيبه اللي بقول لك عليها، اللي هو انت متربي على البطوله، انت عارف ان خلاص البطوله كل ما انت بتقرب كل ما تركيزك بيعلى وكل ما انت بتخش في اجواء البطوله. فده اللي ممكن يكون في انديه كتير تفتقد ده. احنا النادي الاهلي الحمد لله بنعرف ازاي نبدا نخش في الاجواء بتاعته، احنا خلاص اللي انا شايف اللعيبه بدات تركز ان هي البطوله قربت، فالتركيز بيبقى اعلى، الضغط طبعا بيبقى اعلى على اللعيبه، بس ان شاء الله يبقى يعني انا شايف ان النادي الاهلي الماتش الجاي بالذات كمان الترجي ماتش صعب، ان فرقه الترجي فرقه كويسه، بس انا شايف ان هي مش الترجي بتاع الفتره اللي فاتت، ان احنا فرصه النادي الاهلي ان هي انا شايف بنسبه 70% ان شاء الله يوصل يعني. طيب هرجع تاني للسوبر والبيراميدز، لما يكون فجأة اتقال لك انك هتلعب السوبر، ما انتش موجود في الاجواء دي من الاول، ما انتش مركز فيها من الاول، رايح تلعب الاجواء، مسافر يعني قبل المباراة بيوم، هم سافروا امبارح، النهارده الساعة 6 المفروض يسافروا تقريبا مش عارفة 6 مساء ولا 6 صباحا الحقيقة، مساء يعني. بص انت مسافر قبل المباراه، ما فيش النهارده الاربعاء المباراه يوم الجمعه، انت بتخش بتحاول تخش في اجواء مباراه والحكايه مختلفه، فجاه لقيت نفسك بتصدر في السوبر وانت لسه خارج من الكونفدراليه. ممكن بيراميدز يبقى بصي انا اقول لك حاجه طبعا، هو يعني انا شايف ان هي دي حاجه كويسه لبيراميدز، انك انت موسم ضاع انت ان ممكن تاخد بطوله، جات لك فرصه فجاه انك تاخد بطوله. انا شايف اللي قدامنا ده طبعا اخر تمرين ليه بالظبط، يعني انا شايف ان هو ممكن ياخد بطوله، فانك طبعا لسه طبعا زي ما بتقولي لسه خارج من الكونفدراليه، فهم بالنسبه لهم ممكن يكون دي حاجه جات لهم ان هم يقدروا يفوقوا بعض، يفوقوا الفرقه، مجلس اداره، حاجات كتير، حاجه ماديا مش هقول لك يعني ليها مميزات كتير البطوله. فانا شايف ان بيراميدز ان هم من ساعه ما سافروا طبعا هم دخلوا في اجواء الماتش خلاص، ان هم بطوله وهتتحسب عليهم، فاكيد هو برضو لو الاداره اكيد اتكلمت مع المدير الفني واستشارته ان هم يقدروا يروحوا المباراه دي، واكيد طبعا هو من ناس بالمدير الفني ان هو عايز يعمل حاجه، فانا شايف المباراه هتبقى صعبه جدا، ان هو بيراميدز عنده اهداف، ان هو مش عايز يطلع من الموسم كده باي حاجه، طبعا البطوله جات له ممكن ياخدها فعلا، فبالنسبه لهم هتبقى ماتش صعب على النادي الاهلي. هروح لنادي الزمالك، وشايف ان الفتره دي كان لازم فيها يبقى فيه رحيل لفييرا ووجود لاخوان كارلوس، ولا كان ممكن مدير فني مصري اللي يكمل؟
والله يعني هو طبعا المواضيع دي ادرى بيها المجلس الاداره واللعيبه، هم القريبين من الاجواء، هم اللي بيبقوا حاسين فعلا الفرقه مع المدير فكه ولا المدير خلاص بتبقى باينه برضو. فانا شايف خلاص يعني هم مرحله مستر فريرا طبعا المدير الفني مش محتاجين احنا في مصر نقيمه او اي حد يقيمه. مدرب مميز جدا ومن من المدربين اللي هم اضافوا للدوري المصري بصراحه. فممكن عادي طبيعي انك بيحصل لك اخفاقات خلاص باد لك. بنشوف مدربين كبار في اوروبا خلاص بيوصلوا لمرحله زين الدين زيدان قعد 3 سنين بيكسب وقال لك خلاص انا حاسس ان انا مش هعمل اضافه تاني، مش هقدر ادي حاجه للنادي تاني، واعتذر ومفيش مشكله عادي. ممكن المدير الفني يجي، بس هي دي الفكره بقى زي ما بتقولي، الاداره هي اللي تقدر تحدد دلوقتي النادي محتاج ايه، محتاج اللعيبه دي محتاجه ايه. اللعيبه محتاجه مدير فني اجنبي او محتاجه مدير فني مصري. ده برضو انا شايف ان دي الاداره والمدربين اللي حوالين كان الفريق برضو في الفتره دي هم بيبقوا علاقتهم للعيبه قريبه شويه. يعني انا شايف ان هي وهم بدل جابوا لعيب مدرب اجنبي هم حاسين ان الفتره دي هم محتاجين شويه ممكن يكونوا بيحضروا عشان يعني طبعا انا شايف الدوري بقى صعب جدا. طبعا الكاس طلعوا فهي يعني السنه دي يعتبر يعني بعيدا شويه النادي الزمالك عن البطولات، فممكن يقول لك بدل ما نبدا نجيب مثلا مدير فني مصري ونبدا نجيب تاني، ممكن السنه دي يحضر ونبدا والسنه الجايه نجيب له صفقات ونبدا من الموسم الجديد. صحيح. فهو الاداره على حسب بقى الفكر الاداره. فانا شايف ان مدرب طبعا كويس اسمه كويس مميز، فان شاء الله يبقى اضافه كويسه للكره المصريه ونادي الزمالك يعني. طيب احنا برضو معانا قائمه الفريق اللي سافرت بين بيراميدز موجوده على الشاشه. احمد الشناوي في حراسه المرمى، واحمد نعدور، يوسف نادر، خط الدفاع علي جبر، احمد سامي، احمد فتحي، محمد حمدي، كريم حافظ، محمد الشيبي، عبد الله جمعه، احمد توفيق، وسط بلاتي توريه، هشام محمد، محمود دونجا، محمد صادق، وليد الكارتي، اسلام عيسى، اوجو صامويل، محمود صابر، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، والهجوم فخر الدين بن يوسف ودودي الجباس وفخري لقاعي. دي القايمه اللي سافرت. كان معانا برضو وليد قلت لي وصول بيراميدز ولا وصول النادي الاهلي اللي كنت عايز تذيعه؟ اتفضل اتفضل. ده كان وصول النادي الاهلي. مهم برضو ان هم راحوا بدري شويه عن المباراه، بياخدوا الاجواء والترحيبات طبعا طبعا مهم جدا الماتشات دي بالذات، ان هي الاصل يعني الماتشات اللي هي بتبقى ماتش واحد، دي بطوله من ماتش واحد، انت لازم تبقى رايحه اللعيبه مرتاحه محضره، الاجواء برضو مختلفه، الجو نفسه مختلف عن مصر، فاهمه؟ فطبيعي انك انت تروحي يومين ثلاثه افضل انك الفرقه تبدا يعني تاخد اجواء الماتش. بالظبط، لما تاخد الاجواء والترحيبات من الاخوه الاماراتيين زي ما بنقول. طبعا احنا كنا نتمنى والله يعني ماتش الكره المصريه طبعا حاجه مشرفه لينا ان احنا نبدا، احنا بنعمل دعايه للكره المصريه طبعا. ده يعني دوله الامارات طبعا بنشكرها وبتبقى اضافه برضو ان انت برضو الفتره اللي فاتت الدوري المصري بتاعنا مش احسن حاجه، مش اقوى حاجه، بالزي زمان الدوري المصري كان الخلاجه متابعينه ماتش وكان كله محليين وكل محليين بالظبط كده. صحيح. فلا طبعا انا شايف ان هي دعايه كويسه لينا ان احنا نبدا نرجع شويه الاجواء دي ان شاء الله. طيب خليني نقول خبر الحقيقه لسه نازل دلوقتي، لسه يمكن الزملاء في الاعداد كانوا بيقولوا لي عليه. لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي لكره القدم قررت ايقاف شريف اكرامي لمده شهرين ده في الاتحاد الافريقي. اوضح مصدر من نادي بيراميدز ان الكاف قرر ايقاف شريف اكرامي لمده شهرين تنتهي في 18 مايو الجاري، واضاف القرار جاء على خلفيه تناوله المنشطات، وغاب اكرامي عن قائمه بيراميدز في شهر ابريل الماضي سواء بالكونفدراليه الافريقيه او الدوري المصري، واكتفى الموسم الجاري بخوض مباراه واحده بقميص بيراميدز جاءت ضد هلال الساحل في الدور التمهيدي من الكونفدراليه. وسبق ان رد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز قائلا هناك حسن نيه لدى الحارس والموضوع واضح تماما ان هناك عدم تعمد منه،
ويغيب اكرامي عن قائمه الفريق اللي هتواجه الاهلي في كاس السوبر الافريقي يوم الجمعه المقبل من الامارات. ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ان ما بتبقاش عارف ان الدواء ده ممكن يبقى فيه كده وارد. احنا المواقف دي حصلت قدامنا كتير، وفي حاجات حصلت صحيح. كتير، واحنا يعني شفنا حالات مماثله كتير للموضوع ده، ان كان وارد ان طبعا يعني مش كلنا بنبقى 100% مركزين في حاجات ممكن تقع منك غصب عنك، ما تكونش عارف فعلا. ممكن ادويه، ممكن انا كنت باخد دواء اعشاب كده كان جاي من امريكا، وكان نسبه منشطات ما كناش فاهمين برضو، يعني برضو احنا كنا بنحاول نجتهد بس مش فممكن وارد ان هو زي ما كنا بنتكلم فعلا، هو يعني زي ما انا يعني شريف اكيد فاهم وعارف هو بيعمل ايه، وشريف انا عارفه يعني من الناس اللي بتركز جدا، فوارد ان هو يكون فعلا في حسن نيه يعني. هي مشكله زي ما بقول لك، انا كان دواء برد ما كنتش فاهماه الحقيقه، بس هو يعني دايما كنت باخده وانا عندي رشح وتعبانه، بلاقي نفسي حصان اللي هو بنزل بروح الشغل وابقى تمام وزي الفل يعني. انا اقول لك حاجه بقى، موقف بالنسبه لده. انا كان واحد صاحبي جايب لي دواء كحه من امريكا، ففعلا انا اخده ابقى بجد مفيش اي حاجه. المهم خدت المهم بعد كده بقى لازم اعرف ايه بقى الدواء، قعدت اقرا لقيت فيه كحول كمان يعني كل يوم واخده اعمل وكنت اخد منه 2 واخد بالليل الاقي نفسي مش بعمل. عرفت ان في كحول النسبه 10% كمان منه كحول. يعني هو من المفترض ان هم يبقوا منزلين حتى يعني لسه بالموضوع كله، مش مجرد بقى الادويه اللي داخله جدول، يعني الادويه الثانيه العاديه الطبيعيه اللي الواحد بيتعامل فيها. في حاجات كتير صحيح. عايزه اسالك، المنتخب مصر مدرب اجنبي ولا مدرب مصري؟ انت شايف، انت عاصرت دول، يعني انت بتتكلم في من 2004 ل 2010 كان مدرب مصري، يعني دايما نقول الانجازات على فكره اللي حصلت مع المنتخب كلها يا محمود الجوهري يا كابتن حسن شحاته، بس ما فيش. فانت مع مدرب مصري ولا مدرب اجنبي؟ وهل المدرب الاجنبي اللي موجود فيتوريا دلوقتي شفته في المباراتين بتوع ملاوي؟ يعني برضه ما نقدرش نحكم عليه عشان ما نبقاش يعني لسه برضه يعني مش قبل 5-6 ماتشات اللي يبقى ليه شكل، يعني هو المدرب الفني يبقى ليه شكل. طبعا هو يعني مش سيء طبعا، بدايه مش سيئه طبعا، موفق للمدرب وللجماهير والاتحاد، بس يعني احنا طبعا كلاعيبه كوره او احنا كلاعيبه كوره او احنا طموحنا اكبر من كده، يعني احنا طموحنا ان نشوف المنتخب بتاعنا بيقدم كوره حلوه، بيقدم الكرة اللي احنا بنحبها، الكرة على الارض، قريبين من بعض، في ثقة في الاداء، في يعني نقل الكرة نفسه في المنتخب عايزين يبقى افضل من كده، عايزين يبقى يعني اللعيبة تعرف ان هي بتلعب في منتخب مصر، يعني لازم تبقى حاسة ان هي بتلعب في منتخب مصر، عارفة يعني ايه منتخب مصر. ما ينفعش اروح العب فرق في افريقيا ابقى مهزوز واقف في الملعب مهزوز، لا مع احترامي لازم ده احنا لازم اللعيب تبقى انت فاهم كويس انت فين. فانت اي منتخب بيجي لك في افريقيا بيجي لك مصر هنا بيبقى بيترعب، يعني ان هو عامل حساب عامل حسابك جدا. فانت لازم تبقى عارف قيمه نفسك وقيمه التيشيرت اللي انت لابسه، المنتخب اللي انت بتمثله. اللعيبه المحترفين لازم تبقى تيجي فاهمه هي بتيجي، لازم تعمل اضافه، لازم انت راجل محترف انت لازم تبقى مميز عن اللعيبه اللي بتبقى في مصر، لازم تبقى تعمل اضافه. مش ضروري، انا مش بتكلم كوره بس، تعاملك مع الاداره مع اللعيبه مع زمايلك لازم تبقى بروفيشنال، يحسوا بانك فعلا في لعيب محترف جاي يعمل اضافه للمنتخب. طيب برضو الزملاء في الاعداد الحقيقه بيبلغوني انه فريق الصفاقسي فاز على الترجي في قمه الدوري التونسي الحقيقه، وطبعا صفاقسي فاز 1-0، فالف مبروك لكابتن حسام البدري الحقيقه في هذا الانجاز اللي قدر يحققه في قمه الدوري التونسي. طبعا ده حاجه جميله وحاجه مشرفه لينا احنا نفسنا، ان يبقى عندنا مدربين ان هم بيتميزوا بره وبيمسكوا فرق كبيره في شمال افريقيا. احنا برضو ما كناش بنوصل للمرحله دي ان احنا مدربين مصريين يمسكوا. شايفين كابتن طارق مصطفى برضو ماسك في المغرب وماشي بشكل مميز جدا. ده اللي انا بقول لك عليه، ان احنا للاسف عندنا بس احنا ما عندناش الجراءه او الجرأه ان احنا نقدر نصدر الناس دي. المدربين دي لازم تاخد حقها، انا شايف طبيعي ان هو في اي حاجه بيحصل احلال وتجديد، فما ينفعش مدرب. انا اللي بستغربه مدرب بيبقى ماشي من فرقه بينزلها الصبح بيروح يمسك فرقه ثانيه. صراحتك الزياده عن اللزوم دي ما تعمل لك مشاكل. لا ما انا معايا ما بيحصلش يعني عادي. وانا معاك جدا في اللي انت بتقوله يعني الحقيقه، بس يعني غالبا الضيوف ما بتقولش قوي كده يعني ازاي انا كاداره كان انا مش مشكلتي في الاداره اللي مشيته، انا مشكلتي في الاداره اللي عقدت معاه تاني. أيوة على ايه يعني قالوا لك ايه
يعني هو كانت رئيس نادي ولا مسؤول عن بلاش الكورة. اللي قالوا لك، انت ما فكرتش. ما شفتش الراجل ده منزل فرقه ماشي فرقه، ما خدش يعني. في مدربين معلش مع احترامي بقى لها 20 سنه في الدوري ما خدتش بطوله دوره رمضانيه حتى، وبتمرن وماسكه دوري ممتاز. لا انت انزل بقى مرن تحت ونطلع واحد يعمل يمكن يعمل حاجه. صحيح صحيح، مش عيب يعني. اخر حاجه عايزه اسالك عليها، بتتفرج على نادي الترسانه في الدرجه الثانيه ولا مش بتتابع اخبار بس؟ لا مش بتابع مش يعني بتتابع. بس زعلان على حاله ترسانه فتره طويله في الدرجه الثانيه. طبعا يعني حاولنا نساعد بس صعب، الاجواء صعبه هناك قوي جدا، والدنيا صعبه هناك برضو يعني. امشي احسن عشان كنت انا بره دلوقتي. مش حاسه. لا يا كابتن عمرو، انا الحقيقه يعني سعدت بلقائي بيك النهارده. حاسه ان انا قدام يعني عمرو سماكه مختلف خالص عن اللي كان موجود قبل كده. في طبعا حاله من النضج مختلفه، وانا قناعتي دايما ان كل 5 سنين البني ادم بيختلف على فكره. ايوه صح. واللي كان بيحبه قبل 5 سنين ما بيحبوش بعد ال5 سنين، وبيتغير تماما جدا. والناس كلها بتتغير كل 5 سنين البني ادم بيتغير. كل حاجه فيك بتتغير. صحيح. كل حاجه فيك بتتغير، وده امر طبيعي. دي سنه الحياه. فطبيعي انك الواحد كل ما بتكبر كل ما انت تطلباتك للحياه بتحساب يعني بتقل شويه. صحيح. لكن اتمنى اشوفك في التدريب وانت بتتكلم عن تطوير للكره المصريه، بتتكلم عن شكل تاني مختلف، عن حاجه عايزها مختلفه في اللاعبين، في فنياتهم، عايز لعب حلو اللي هو بيحبه الجماهير اساسا وبيدوروا عليه. يعني انا نفسي نتمنى نشوف يعني احنا نتمنى الناس يعني تدور على المواهب فعلا. عايزين مواهب، الجري والحاجات دي مش للناشئين يا جماعه. صحيح. ان احنا ندور على الموهبه، التالنت الاول الموجوده، وبعد كده نبدا نطور اللعيب. ما ينفعش واحد يجي لنا سوبرمان مره واحده. فحاول وخد اللايسنس اللي ان شاء الله تتاح ليك. يا رب يعملوها بس السنه دي. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وباذن الله نشوفك في التدريب. اكيد باذن الله. متشكر جدا ومبسوط ان انا كنت معاكي النهارده. اشكرك شرفتنا ونورتنا النهارده. ربنا يخليك. ميرسي. مشاهدينا هناخد فاصل ونرجع مع استاذ نصر محروس وفقره عن النقد الرياضي. خليكم معانا واصداء الملاعب.